من ساعة ما بدأت أقرأ له أعماله الورقية وأنا دايما بعيش مشاعر مختلفة. مرة العمل بتاعه أقرأه وسط دوشة وأحس إن أنا مفصولة خالص عن العالم، مرة أحس إن أنا داخلة في فترة بلوك وأول ما أقرأ العمل بتاعه ده أحس إن أنا فقت من تاني، والمرة التالتة برضو أنا كنت داخلة في فترة بلوك والعمل نجدني. فنقدر نقول كده إن الكاتب ده تاني كاتب أنا أكاد أجزم إنه قلمه مميز جدا، وده لأنه عنده قدرة في سرد المواقف والأحداث، بالإضافة إنه قادر يوصل لك المشاعر زي ما أنت محتاج توصل لك. اللي متابعني كويس هيبقى عارف إيه العملين بالظبط اللي أنا رجعتهم قبل كده لتامر عبده أمين. لو فاكرين قبل ما تكملوا الجزئية دي اكتبوا لي في الكومنتات، لو مش فاكرين فأحب أفكركم إن أنا رجعت له قبل كده كتاب راجعين يا هوا ولهذا نحب، والعملين انا حقيقي كنت مبهوره بيهم. تامر عبده امين انا كنت متابعاه كصحفي بيكتب مقالات وبحب جدا مقالاته وبتاثر بيها، ده لانها دايما مستوحاه من احداث حقيقيه، فما ترددتش لحظه اول ما شفت له اعمال ورقيه وفعليا بدات اقراه، وده تالت عمل اقراه له. تعالوا اوريكم الكتاب ده. اخر ايام نوفمبر الكتاب ده انا طلبته من على موقع عصير الكتب، فعليا انا ما كانش عندي اي خلفيه عن الكتاب ده، فاتفاجئت لما لقيت عمل تالت لتامر عبده امين، بالاضافه ان العمل ده من 2017، فازاي ابقى قرات الاعمال الجديده وما قراتلوش عمل قديم؟ بالنسبه لي كان كتاب مميز جدا لانه كتاب متقسم لاكتر من حاجه، كل حاجه متقسم لها بتدور جواها مواقف وقصص مختلفه. الكتاب ده الكاتب اعتمد على انه يحط لنا عنوان رئيسي وتحت العنوان ده كذا موقف بيدل على العنوان، فتعالوا احكي لكم شويه مواقف واحداث حصلت هنا وحكاها لنا، وكل حاجة كان ايه الهدف منها وايه رسالتها. فخلوني اكلمكم عن الكتاب ده، وقبل ما نبدأ مع بعض خليكم عارفين ان المواقف اللي هنا والاحداث اللي هنا فعليا حقيقية، عشان كده الكاتب ما بخلش علينا بالمراجع والمصادر اللي جاب منها المواقف والاحداث اللي هنا. خلونا نبدأ تفاصيل الكتاب ده النهاردة واكلمكم عن اجزاء مهمة فيه ووقفت معايا وحكايات لطيفة ولذيذة هنتعلم منها. قبل ما ابدأ معاكم المراجعة محتاجة منك انك تكتب لي كومنت عن الكتاب اللي محتاجين اراجعه معاكم المرة الجاية، وتطمنوني عاملين ايه وبتقرأوا كتاب ايه الفترة دي، وما تنسوش انكم تعملوا لايك عشان وجودنا هنا بيعتمد على تفاعلكم معايا. وخلونا نبدأ كتاب النهارده واخر ايام نوفمبر. الناشط والفيلسوف الهندي ارون بيحكي في كتابه عن موقف حصل بينه وبين والده لما كان عنده 16 سنه، ووقتها ارون ووالده كانوا عايشين في مزرعه فونكس اللي بعيده عن المدينه بحوالي 20 كيلو، فده كان مخليهم كل فين وفين لما بينزلوا المدينه، وده ادى احساس لارون انه دايما عايش في وحده وفي عزله وبعيد عن الحياه بشكل عام. ففي مره ابوه قرر ان هو ينزل المدينه وقال له انه هياخده معاه، باباه اخده معاه وقرر ان يخلي ارون هو اللي يسوق العربيه عشان يديله احساس انه بقى راجل ويعتمد عليه. وقتها ارون طار من فرحه على ان والده سابه ان هو اللي يسوق العربيه، بس ساعتها كان والده المصلحه اللي رايح عشانها في المدينه هتاخد معاه وقت حوالي 4 ساعات، وقتها محبش ان هو يزنق ابنه معاه وقرر ان يديله العربيه وقال له انه يروح يلف بس يجيله الساعه 5 المغرب. وقتها ارون شافها فرصه انه ياخد العربيه ويروح يدخل السينما، بس ما قالش لوالده على موضوع السينما لان والده كان هيرفض الموضوع ده، خصوصا ان ارون دايما بيميل للافلام اللي فيها عنف. لما بدا يتحرك ولقى ان الساعه لسه واحده ومعاه وقت وميعاده مع والده الساعه 5، قرر انه يلف شويه وبعد كده ركن العربيه في الجراج عشان يدخل السينما. لما وصل لقى ان في فيلمين جداد هيتعرضوا، والفيلمين هيتعرضوا ورا بعض، وفعليا قطع التذكره، خصوصا ان الفيلمين كانوا بسعر تذكره واحده، وقعد يتفرج على الفيلم الاولاني واللي وقته خلص كان الساعه 3:30. فكان شايف ان ميعاد باباه قرب بس برضه لسه معاه وقت، فقرر انه يدخل يشوف الفيلم التاني بس هيشوف جزء منه عشان يلحق ميعاد باباه. وفعليا دخل يتفرج على الفيلم، بس الاحداث والمواقف اللي في الفيلم خلته سرح وما خدش باله من الميعاد. فجأة ما بيبص على الساعة بيلاقي ان الساعة بقت 5:30، وفعليا طار وراح على المكان اللي مستنيه فيه باباه، ولما وصل لقى باباه واقف ومستنيه بكل قلق وخوف. وقتها باباه سأله هو انت اتأخرت ليه؟ وقتها ارون كدب عليه وقال له ان العربية عطلت منه، بس للاسف باباه كان عنده علم بالحقيقة وقتها من العامل اللي في الجراج. وقتها باباه اتضايق جدا وزعل منه لانه حس ان هو ما قدرش يغرس فيه الثقة والشجاعة بقدر كافي ان يخلي ابنه يقول له الحقيقة. وقتها باباه قرر انه يكفر عن الغلطة دي. اللحظة دي كان ارون واقف مبلول قدامه ومستني قرار باباه هيعمل ايه معاه. اتفاجئ وقتها ان باباه بيقول له انه هيرجع للبيت مشي. راجل كبير في السن ده هيمشي المسافة دي كلها يرجعها؟ كان قرار مجنون بالنسبة له. فكرة ان ارون هو اللي كذب عليه واتأخر عليه، فالطبيعي ان يكون العقاب ليه. حاول ارون مع باباه ان يمنعه عن القرار ده كتير جدا، بس للأسف باباه كان مصمم وفضل مصمم على جملة ان ده مش خطأك، ده خطأي انا وهكفر عن ذنبي وخطأي ده.
وقتها ارون بيحكي لنا انه ما قدرش يفضل مع باباه في الطريق مشي، وقرر ان هو لازم هيكمل بالعربيه عشان ما ينفعش يسيبوا العربيه، ففضل ماشي بالعربيه على مشية باباه اللي بيمشي شويه ويقف شويه لانه كبير في السن. بس الفكره ان ارون كان بيتعذب وبيتقطع على شكل باباه الكبير في السن ومش قادر يمشي. فضل الأب ماشي 5 ساعات ونص على رجليه لحد ما وصلوا البيت. حاليا أول ما وصلوا البيت لقى مامته مستنياه على باب البيت وعلى وشها القلق من كتر ما هم اتأخروا. وأول ما دخل الأب البيت ما قالش ولا كلمة، كل اللي طلبه طبق مية يحط فيها رجليه. كان المنظر صعب جدا على أرون أول ما شاف رجليه باباه اللي اتشققت من كتر المشي. بيقول لنا إن الموقف ده مر عليه 50 سنة بس لغاية دلوقتي مش قادر ينساه. يقول لنا كمان إن يمكن لو باباه كان عاقبه كان وقتها حس بالذل أو حس بالعند والعصيان لوالده، ويمكن كان كرر غلطه تاني وكذب عليه، لكن عقاب باباه خلاه حاسس بالذنب. ولحد ما أرون كبر وبقى هو كمان أب، بقى شايف إن الأبوة لازم تكون فيها صحوبية للأولاد. ودي أكتر حاجة بحب دايما أقولها لكل أب ولكل أم: صاحبوا ولادكم دايما وخلوا ما بينكم ثقة متبادلة، عشان دايما تبقوا أول ناس بيجروا عليهم ويفضفضوا لهم باللي حصل واللي عملوه. في الزمن ده فعليا ما بقاش في عيال صغيرة أو مخاخ صغيرة، الكل بقى بيكبر قبل أوانه. وده مش معناه إن يبقى في شوية قسوة في التربية، لكن تبقى قسوة بدون إفراط. ما تزودهاش مع عيلك. لو كنت من المحظوظين اللي اتربوا صح، حاول انك تحافظ على ده مع ولادك، ولو ما كانش ليك نصيب في ده فالأسرة، فعايزاك تتعلم من ده وتصححه مع ولادك. مساحة الحرية تحت النظر هتديهم ثقة في نفسهم، تخليهم دايما تحت جناحك، وتبقى أول شخص عندك علم بكل خطوة هم بيعملوها. زي ما الكاتب قال لنا على صاحب والده، وجملة قالها عجبتني جدا: انه برغم انه هو عايش في مجتمع صعيدي منغلق وصعب، إلا انه بيربي ابنه بطريقة اليويو، بيديله حريته ويزقه وهو اللي بيرجع تاني بنفسه. وافتكر ان كل حاجة هتزرعها في عيالك هي سلسلة متكررة، هتربيه في ولادك هم هيربوه في ولادهم، والتربية ما بتتنسيش. اكتر جملة اثرت فيا في قصة مختلفة تماما، الراجل في القصة سرح وقرر يقول لنا جملة حلوة قوي: الراجل مننا متعلم ولا ما يعرفش يفك الخط، غني او فقير، كبير او صغير، مش عايز غير واحدة تآمن بيه وبعد كده يقدر يفوت في الصخر. والله فسألوه وقتها: هو الراجل بس؟ فوقتها قال لهم: إن جينا للحق كلنا رجالة وستات، هات لنا حد يآمن بينا وتفرج علينا بعد كده. فجرب دايما تآمن باللي بتحبهم وتصدقهم فعليا عشان يقدروا على متاعب الحياة. كاتب هنا بيحكي لنا عن صديقه فواز اللي بقى واحد من أفضل مذيعين الراديو. لما كان في الأول بيدور على حد يديله فرصة، فكر إن وقتها يروح ويطب على واحد من أكبر مذيعين التوك شو في مصر، يطلب منه إنه يساعده ويديله فرصة. كان وقتها اليوم ده في الشتاء وفي عز الساعة. قرر إن صاحب الكاتب يروح ويستنى قدام الاستوديو ده، كان على أمل إنه يقابل المذيع الكبير ويتكلم معاه. وقتها قابله فعليا وقال له: أنا فلان ونفسي اقدم في الاذاعه كمذيع، وقد ايه انا بحب المهنه دي. وقتها المذيع قال له بكل كروته: انا قدامي نص ساعه هخلص واطلع على طول اشوف موضوعك ده. وقتها فواز انتظر، بس انتظر قد ايه؟ 6 ساعات. وقتها كان الجو تلج والدنيا مطرت وهدومه غرقت، بس فضل منتظر مع انه كان بيموت من التلج. مذيع وقتها خرج بعد 6 ساعات ولقى فواز واقف مكانه منتظره فعليا. اتفاجئ وقال له: هو انت لسه واقف؟ فواز ساعتها قال له: انا كنت مستنيك. وقتها المذيع بص في الساعه باستغراب وقال له: انت مجنون يا ابني، انت عارف انا قعدت جوه قد ايه؟ فواز رد عليه وقال له: انا عارف، بس انا كنت مستنيك زي ما انت قلت. المذيع ساعتها قال له: طب لو كنت قعدت للصبح؟ فواز قال له: كنت هستناك برضه. المذيع ساعتها ضرب كف على كف من اللي بيسمعوا من فواز وقال له: يخرب بيتك، ده انا كنت بزحلقك. رياكشن فواز وقتها وصل له ان هو كان غصب عنه وهيعمل ايه. المذيع ساعتها قال له: عشان خاطر وقفتك دي انا هساعدك، بس هقول لك حاجه لازم تبقى عارفها: عود نفسك ما تجيش على نفسك عشان تستنى حد، زلش عشان عايز كل حاجه وليها حدود. وده بالظبط زي قرارك في انك بعد ما تطلع من الامتحان تمسك الورقه وتقعد تراجع. كم مره قررت انك بعد الامتحان تاخد ورقتك وتروح للمدرس تقول له: راجع معايا الامتحان عشان اشوف عملت ايه؟ واللحظه دي دايما لما كنت بشوفها وسط اصحابي كنت بحس ان هم بينكشوا على القلق بمنكاش. هو حاجه فاتت وعدت، ليه ندور فيها؟ ما نركز في اللي جاي. وده فعليا اللي بيقوله لنا هنا الكاتب: محدش يبص في اللي فات، اللي حصل حصل، استمتعوا شويه وبلاش تبقى شخص بيدور على القلق بمنكاش. فهمتوا حاجه من الجزئيه دي؟ ومن اكتر الحاجات اللي قرأتها برضو في الكتاب ده لما الكاتب قالك:
محدش بيضربك على ايدك عشان توعد، لو هتوعد غيرك نفذ ولو على رقبتك، لكن لو مش هتقدر يبقى بلاها من الاساس. وده وصلنا لجزئية ان كام حد بيوعدنا بحاجة بيخلف وعده ويوصل اللي وعده ده انه يفقد ثقته في كل البشر. اي كان بقى انت مين يلي بتوعد، اب، صديق، حبيب، اي كانت نوع العلاقة ما بينك وما بين الشخص اللي بتوعده، كل كلمة انت بتقولها اعتبرها وعد. احبك وعد، هجيب لك وعد، انا مش هسيبك دي وعد، انا هبقى معاك وسندك ده وعد. من المواقف اللي حبيتها جدا حوار اسماعيل ياسين مع مجلة الكواكب، حكى وقتها عن قصة ارتباطه بمراته التالتة اللي هي ام ابنه فعليا. وقتها حكى انه لما راح يتقدم لها كان في مشكلتين، الاولى انه اتجوز مرتين وكل جوازة كان بيتطلقوا بعد 6 شهور، وده انطباع دايما بيعكس عن الراجل انه ما يتعاشرش. وتاني حاجة ان اهل العروسة ما كانوش هيوافقوا انها ترتبط بممثل، بس لانه كان بيحب فوزية وخلاص واخد القرار، قرر ان هو يروح يقابل والدتها اللي كانت معروفة انها صعبة وشديدة جدا. وبطريقة اسماعيل ياسين اللطيفة واللي كانت بتضحكنا قعد يحكي مواقفه وحياته وتفاصيلها كلها لوالدتها، وكل ما يحكي يبص لوالدتها ما يلاقيش في اي معالم لاي حاجة على ملامحها، فيقول لها حضرتك معايا اكتر من 9 مرات يسألها السؤال ده وهي ما بتديش اي ردة فعل. وبعد ما اسماعيل ياسين خلص كلامه وحصل شوية صمت حلوين كده، راحت قايله له انا عن نفسي مش قابلاك، ولا كلمة من اللي قلتها دي داخلة دماغي وتخليني اوافق. وقتها اسماعيل ياسين وشه جاب الوان، يعني بعد ده كله وتديني الكلمتين دول؟ ساعتها سألها سؤال، يعني مفيش اي فرصة يا هانم؟ وقتها طنشت سؤاله ده وشاورت بايديها على الحيطه وقالت له معلش تعالى كده شويه. وقتها اسماعيل ياسين اتاخد كده وبص على الحيطه وهو مش فاهم. وقتها قالت له شوف، لو ربنا رايد لك انك تاخد البنت دي مني هيخليك تفوت من الحيطه دي وتيجي تاخدها غصب عني. الفكره ان اسماعيل ياسين مش فاكر ايه اللي حصل بعدها. من بعد اقل من شهر من الزياره دي وبعد رفض مامتها المستميت، لقى نفسه هو وفوزيه على كوشه واحده وبيتجوزوا. وهنا يرجعنا لنقطة النصيب. كل واحد مننا لما بيقعد يركز في تفاصيل حياته والأحداث اللي بتحصل فيها والمواقف اللي بتحصل مع الناس من اللي حواليه بيبقى مدرك حاجة واحدة، هو النصيب محسوب. كل حاجة متقاسة ومكتوبة لك بالتنتوفة، متشيلش هم حاجة، اللي انت عايزه لو نصيبك هيجيلك لغاية عندك، سواء كان نصيبك في الرزق، في الجواز، في الفلوس، في العيا. حساباتك دايما اعرف انها غير حسابات ربنا، عشان كده دايما سيبها عليه واستنى النصيب، اسعى واعمل اللي عليك، لكن في الاخر نصيبك هيصيبك. واخر حاجة احب انهي بيها كلام الكاتب عن فقد الاحبة. ايه الحاجة اللي ممكن تشغلك فعلا عن اللي بيحبوك؟ شغل، مذاكرة، فلوس، اي كانت الحاجة اللي هتبعدك عن الناس اللي بتحبها فهي معلش تافهة، ومفيش حاجة في الدنيا تسوى لحظة الندم لما بتفقد حد بتحبه وتكون بعيد عنه. حقيقي الناس اللي بتحبك دايما مش محتاجة منك أكتر من سؤال، الاهتمام دايما بيكون عشانك مش عشانهم. احنا بنبقى شايفين الناس اللي حوالينا عمرها طويل ولسه قاعدة معانا ولسه الوقت طويل، وإن من الآخر هيروحوا فين يعني. بس للأسف البعد دايما بيحصل فجأة، بكرة هبقى أكلمه، بكرة هبقى أشوفه، بكرة هبقى أزوره، بس واحدة واحدة بكرة ما بيجيش. اسألوا عن الناس اللي بتحبكم وما تهملوش لحظة تكونوا قريبين منهم، خلوش أي حاجة في الدنيا تبعدكم عن السؤال، ودي حاجة بقولها لنفسي قبل ما بقولها لكم. أما عن الناس اللي مقصرين في حقنا فاحنا مسامحينكم، بس بسألوا علينا عشانكم مش عشاننا. عارفة إني رغيت كتير ويمكن حكيت لكم قصص تحسوا إنها طويلة، بس المشاعر اللي هنا يمكن تكون أكبر من أي كلمة أنا حبيت أقولها لكم أو أحكيها لكم. بس دايما لما بلاقي حاجة تكون فيها مواقف حقيقية تخليني عايزة أتكلم ما بحبش أبخل عليكم بالكلام، لأن زي ما الكتب ما هي بتسلينا فهي بتفيدنا وبتغيرنا وبتطورنا. ولما بلاقي كاتب قادر إنه يوصل لك الإحساس لدرجة إنه يأثر عليك، فليه ما يأثرش عليكم معايا ويساعدكم تطوروا من نفسكم للأحسن. تقييمي للكتاب ده 10 من 10. القصص كانت مختصرة ومفيدة ومثمرة بالنسبة لي، تحت بند كل موقف هو حكالنا كل حاجة احنا محتاجين نسمعها وتفوقنا. حقيقي شابوه على المواقف والأحداث والتفاصيل للكاتب كاتبها هنا في الكتاب ده. أنا للحق الكتاب ده يا ريتني قرأته في آخر أيام نوفمبر، إنه كتاب مكانه في أيام الشتاء وتفاصيلها وأنت مستخبي كده تحت الغطا ومعاك حاجة سخنة بتشربها. أسلوب السرد للمواقف والأحداث وسلامة اللغة وتفاصيلها تخليك حابب إنك تكمل العمل ده. العمل ده يناسب أي حد مبتدئ في القراءة أو بيقرأ بقاله مدة، يناسب أي حد سنه صغير أو سنه كبير، لأن المواقف اللي هنا لازم أغلبنا يقرأها ويفهمها كويس جدا. وفي النهاية أبقى خلصت مراجعتي النهاردة ومستنياكم تقرأوا الكتاب ده وتقولوا لي انتم ايه أخباركم عن مراجعتكم عنه. أشوفكم على خير في مراجعة جديدة.